السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم بقناة أهل مصر الإخبارية. فضلا وليس أمرا حبايبنا، ما تنسوناش بدعم القناة وضغط زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. تعليق إيدين هازارد التاريخي عن المباراة التي جمعت بين منتخبه ومنتخب المغرب. قال إيدين هازارد لاعب المنتخب البلجيكي ونادي ريال مدريد أن المنتخب المغربي استحق الانتصار في المباراة التي جمعت بينهم في كأس العالم، وانتهت لصالح أسود الأطلسي بنتيجة 2-0. كما أكد على شعوره بالحزن الكبير بسبب الهزيمة التي تعرض لها منتخب بلاده. وتابع هازارد: من المؤكد أننا نشعر بخيبة أمل كبيرة لأننا لم نقدم أفضل ما لدينا اليوم. وواصل هازارد: منتخب المغرب كان الأفضل، وخاصة في الشوط الثاني، وكان يستحق الانتصار. وأضاف: لقد لعبوا بجماعية وروح قتالية عالية، وهذا ما كان ينقصنا، ولذلك حققوا الانتصار علينا. واختتم هازارد تصريحاته: لقد كانت الليلة صعبة علينا جميعا، ولكن أمامنا فرصة لتصحيح المسار ومصالحة الجماهير التي حضرت إلى هنا من أجلنا. علينا أن نصحح من أخطائنا وندرك أننا في بطولة كأس العالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.